3 نقاط مهمة للنادي الأهلي أمام سكواد زد منظم، ولكن من أول دقيقة النادي الأهلي فيه نمط بينفذه من بداية اللقاء. شوف معايا الحالة دي. إمام عاشور أثناء عملية البيلد أب بيستخدم وسام أبو علي في منطقة السنتر اريا كمحطة ليه، وفي اللحظة اللي بيستلم فيها الكرة في رؤية عند اللاعب، في فيجن عند اللاعب، وده المطلوب، إن يكون عندك قرار سريع ومناسب. وبيعمل لونج باص لطاهر محمد طاهر، وفي اللحظة اللي بيستلم فيها طاهر الكرة بيلاقي لينك اب ليه من عمر كمال اللي بيستغل افضل استغلال للكرة. وده ليه؟ شوف معايا هنا كام لاعب من لاعبي زد؟ 7 لعيبة، بلس ان في تقارب في الخطوط ما بينهم وما بين بعضيهم، فان اعمل كروس عرضي افضل من ان احاول الاختراق ويكون بلا جدوى. شوف معايا بقى جملة الهدف، نفس النمط، تحضير ثم تحضير، نفس مسار التمرير من كوكا، بنفس الفيجن بتاعت امام عاشور، نفس تحرك طاهر محمد طاهر، نفس عملية السبورت من عمر كمال عبد الواحد. ولكن نقف هنا لحظة، عمر كمال قرر انه يخترق ويوصل لأبعد نقطة وأفضل بوينت مؤثرة في الوايد اريا بتاعته. كان ممكن هنا يعمل كروس عرضي، ولكن وعي طاهر محمد طاهر والبوزيشن اللي أخده سهل على عمر كمال كتير، وأصبح الكرة واللاعب في مكان مؤثر، وإن يحرز هدف التقدم للنادي الأهلي. أعتقد وبشكل كبير إن الجملة دي تم التدريب عليها كتير، وإضافة من الأجنبي للسكواد في ظل المشكلة اللي بتواجهه في نص الملعب والخروج بالكرة.